البريطانية سنة 1970. أحمد شاب موظف جديد في البريد، ساكن في شقة العيلة بعد وفاة والديه. أنا عنده أختين، فاطمة شغالة بالمستشفى العام، والأخت الأخرى متزوجة وساكنة في القاهرة. أحمد لسه متوظف من شهر تقريبا، وفاطمة حبت تهديه هدية صغيرة رغم ظروفهم المادية الصعبة. في يوم حدثت حادثة كبيرة بالمستشفى، كثير من الشباب والبنات مصابين، وبعضهم توفى ومعهم متعلقات كثيرة. اختت فاطمة نظرها جاكيت غالي جدا تبع لأحد المصابين، أخدته معها وغسلته بعناية، ولما نشفته بدا كأنه لسه راجع من المغسلة. في نفس الليلة فاطمة راحت لأحمد وقدمت له الجاكيت كهدية. تاني يوم أحمد فضل يدور على الجاكيت، ولما فتح الدولاب لقاه جوه وافتكر إن أخته هي اللي حطته هناك. نسي الموضوع وراح الشغل، ورجع بالليل ينام. في نص الليل صحى على صوت خبط جاي من جوه الدولاب يترعب، ويفضل مركز معاه. فتح الدولاب لقى قطة سودة، استغرب ازاي دخلت وطلعها من الشقة. اليوم اللي بعده حصل نفس الموضوع، لكن أحمد شاف حد واقف على أول السرير. أول ما ركز عليه اختفى فجأة. أحمد اتعب من كل ده وقرر يتخلص من الجاكيت، أخد يروح يتبرع بيه وسلمه لجمعية خيرية. يا بالليل لسه هيحط أكل، لقى أوضة النوم كأنها بتتهد. جرى لقى كل حاجة مكانها، قرر يعمل حاجة غريبة. بص في الدولاب لكنه اتفاجأ، الجاكيت موجود عادي. أحمد قرر يسأل فاطمة على طول لما عرف. قعدت تبكي وقررت احكي له، واثناء ما كنت بتحكي لقى شخص واقف قدامهم لابس الجاكيت وباصص له. فجأة النور بيقطع، ولما رجع اختفت فاطمة، وأحمد يدور عليها مش موجودة. أحمد تعب من البحث وقرر يدخل ينام، لكنه لقى فاطمة على السرير نايمة، لبسة الجاكيت كانت ميتة. أحمد يدفن فاطمة بينهار. قرر يولع الجاكيت لكنه ما لقهوش. وقتها عقله ابتدى ينهار والخوف بقى حقيقي. الجاكيت. وبعد شهور شاب جديد اتعين في البريد وسكن نفس الشقة. أخته جابت له هدية جاكيت، واللعنة ما خلصتش.